السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم. في موضوعنا اليوم هو نعطيلكم كالكو زاستوس، يعني حوايج ولا عفايس اللي تستحقوهم في التربية تاع الطيور تاعكم. بالنسبة للجراماج، يعني الميزان، كاين بزاف الناس اللي ما عندهاش الملاعق تاع 1 غرام، مثل هذه 1 غرام، وهذه 5 غرامات، 5 غرام. يعني نسحقوهم هاد الملاعق خاصة في تقديم كالسيليكس ولا المكملات الغذائية. الحل تاعها دوك نعطيكم الحل كيفاش تقدروا ديروا الجراماج بلا ما تغلطوا، بلا ما تزيدوا، بلا ما تنقصوا. دوك نسيو نديروا تجربة مع بعضنا ونعطيكم لاستيس. التجربة الأولى هي الناس اللي تشري باريزومبل فيرتيفيت ولا أي مكمل غذائي ولا كالسيليكس يبيعوا لهم في لي توب كيما هكذا. كاين زوج أنواع تاع لي توب، كاين توب هذا يجي صغير وكاين هذا يجي كبير. دوك نعمروهم ونشوفوا شحال يرفدوا من غرام. التجربة اللي حبيت نديرها لكم نسيوها بالفارينة، لافارين، بيسك الكثافة تاعها تقريبا تشبه المكملات الغذائية الأخرين، يعني مرحية اون بودر، ماشي كيما السكر ولا شوية خشين. انا راح نجرب لكم 4 غرام في هذا كيما راكم تشوفوا في هذه العفسة. هذه لقيتها في لي جوي تاع بنتي، يعني باش نسهل لكم شويه الموضوع. هذا مكان ونعمروها في اليوتيوب وتبان. هذا مقدار غرام، نوضعوه في الانبوبه هذه بهذا الشكل. نوضعوه في هذه الانبوبه بهذا الشكل. هذه غير باش نسيلكم برك. هنا راني عمرت 4 غرامات. دوك نديروهم في التوب ونشوفوا وين توصل. كيما رانا نشاهدوا هنا، هذه 4 غرامات كيما راكم تشوفوا. شوفوا وين لحقت. يعني الانسان كي يشري ان توب كيما هكذا، هذا يرفد تقريبا 5 غرام. إلا عمرو حتى لهنا يرفد 5 غرامات. يعني كي يجي يقدم الطيور تاعو يقسمها على 5 باش يطيح في غرام واحد، وإلا عطالو 4 غرامات يقسمها على 4. دوك نديرو العفسة الزوجة وين نعرفو الغرام الواحد وين يحبس. كيما رانا نشاهدو بعد ما غلقناه، دوك نستعملو المغلق تاعو اللي نكيلو به 1 غرام ولا 1 غرام. وهذه النتيجة، يعني 1 غرام بهذه الملعقة يكافئ ولا يساوي البوشون تاع هذا التوب. كي تعمروا هو 1 غرام. سيتها بالمغرف، هذه تعمرت كومبليتمون، يعني تعمر البوشون كامل، يعني 1 غرام بهذه. تسمى تقدر تفرغ من التوب ديريكت هنا في البوشون وتحسب 1 غرام باش ما تغلطش. بويسك هذه المكملات الغذائية إلا زاد الحد تاعها ولا نقص راح يضر الطائر تاعنا. إلا زاد يقدر يدخل الطيور تاعنا في مرحلة تغيير الريش كاذبة، وإلا نقص شغل راه يشرب في الماء، ما درت له والو، يعني راك ترمي في دراهمك باطل. هذه التجربة الأولى. بعد ما عرفنا كيفاش نعبروا الجرامات نتاعنا تاع لي برودوي تاعنا ولا المكملات الغذائية، عندنا كيفاش نعرفوا كيفاش نديروا عدد القطرات سوا. يعني أنا عندي قرعة كيما هذه تاع أومنيفيت، بعد ما تخلص ما نرميهاش، هذيك نغسلها ونعاود نعمرها بخل التفاح، باش كي نجي ندير 6 قطرات خل التفاح ولا 4 قطرات خل التفاح في المشربية ما نكثرش. 6 قطرات بهذه. يعني هذه العفسة الثانية. كي يفرغوا لكم ما ترموهمش، هاد لي بوتاي تستعملوهم باش ديروا بها التقطير. لاستيش الثالث ولا العفسة الثالثة هي كيفاش نديروا 5 غرامات. اللي ما عندوش الملعقة هذه 5 غرامات هي تساوي البوشون هذا تاع قرعة تاع مسعيدة. دوك نفرغوها لداخل وتشوفوها كيما رانا نشاهدو هنا. البوشون تاع قرعة تاع سعيدة يرفد 8 غرامات. يعني 8 غرامات بالملعقة الصغيرة هذه ولا 5 بهذه ونزيدو لها. تسمى باش ما تحصلش في الحساب وتخلط عليك الأمور، عمر ديريكت بوشون كيما هذا تاع قرعة تاع سعيدة فيه 8 غرامات. خاصة في الكالسيليكس راح نستعملوا 8 غرامات في مرحلة التجهيز والتزاوج. يعني نديروا 8 غرامات في ربع لتر ماء معدني. 8 غرامات في ربع لتر ماء معدني من الكالسيليكس. دوك نعطي لكم العفسة الثانية كيفاش نعبروا الماء.
ربع لتر تاع ماء معدني هي قرعة تاع ماء معدني صغيرة، هذه فيها ربع لتر 250 مليلتر. وكاين عبوات واحد اخرين اللي فيها نصف لتر كيما هذه، قنينه هذه فيها نصف لتر كيما راكم تشاهدوا 0.5 لتر. وكاين هذه اللي يجي فيها 250 مليلتر، هذه تاع خل التفاح. انا ما نرميهاش، ونفضل نستعمل الزجاج على البلاستيك، لان الزجاج ما يخسرش البرودوي تاعنا، الزجاج هي احسن حاله. المهم هادو 250 مليلتر نستعملوها بزاف في لي برودوي تاعنا. اشاك فوا يقول لك 1 غرام، يعني 1 غرام في 250 مليلتر، ولا 8 غرامات في 250 مليلتر. توجور نخدمو ب4 لتر. بالنسبه لبعض المكملات الغذائيه اللي يكونوا على شكل ديغوت ماهمش اون بودر، هنا يقول لك مثلا طابرني الميدا يقول لك 3 قطرات في 40 مليلتر تاع ماء. كيفاش نكيلو 40 مليلتر تاع الماء؟ الاشكاليه راهي هنا، كيفاش نكيلو 40 مليلتر؟ ما لازمش تكون ناقصه ولا زايده الكميه تاع الماء. دوك نعطي لكم العفسه. الحل هو انك تجيب مشربيه تاع ماء كيما هذه فيها 100 مليلتر، كاين تاع 80 وكاين الصغار تاع 40 تاع 50. اللي ما عندوش باغ اكزومبل واحد عنده كيما هذه، واش يجيب حقنه على هذا الشكل اللي فيها 5 مليلتر، ونبداو نعمرو حتى نلحقوا 40 مليلتر. نعمروا الماء حتى نلحقوا 40 مليلتر. بعد ما عمرنا 40 مليلتر هذا هو القيس تاعها. دوك باش ما نبقاوش اشاك فوا نعمروا بالحقنه، واش نديروا؟ نطراسيوها بستيلو ماركر. هذا ماركر ما يتفاصاش، يعني يبقى دائم. راح نتحصلوا على هذه النتيجه. هذه 40 مليلتر تراسيناها، دوك ما يزيدش يتفاصى هذا كامل. عاده في المكملات الغذائيه نخدموا ب 40 مليلتر، وفي الادويه نخدموا ب 50 مليلتر. واش نديروا دوكا؟ نزيدوا نضيفوا لها 10 مليلتر ونعاودوا نطراسيوها. بعد ما زدنا لها 10 مليلتر نعاودوا نطراسيوها بالماركر باش ما تروح لناش. وفي الاخير نتحصلوا على 40 مليلتر تحت و50 مليلتر حتى لهنا. هكذا اشاك فوا كي نجيو نعمروا نحبسو هنا ولا نحبسو هنا. من 40 مليلتر قلنا المكملات الغذائيه، 50 مليلتر توجور للادويه. هذه هي خاوتي. ولاستيس الاخراني، يعني كي نقدموا المكملات الغذائيه ولا الادويه لازم لابيفات تكون مغطيه بلون اسود، دو بريفيرونس شارتيطون كيما هذا، ندوروه كامل على لابيفات. ما نبقاوش اشاك فوا بيسك هاد لي برودوي كان تلحقهم الضوء ولا اشعه الشمس، يعني شغل تولي ما عندها حتى فعاليه، والطير تاعنا يولي يشرب شغل في الماء. هذا ما كان يشرب غير الماء. لازم يتغطاو بحاجه سوداء اللي ما تخليش اشعه الشمس ولا الضوء تدخل للمكملات هذه ولا الادويه هذه، باش ما يخسروش وتولي ما عندهاش فعاليه. يعني من المستحسن نغطوها بشارطيطون. تسمى لازم يكون عندك دو بوفات، زوج مشربيه، واحده اللي تستعملها دائما للقيس باش تكيل بها كيما هكذا، والثانيه اللي من بعد ما تخلط فيها المحلول تاعك تكون مغطيه بالشارطيطون كيما هذا، باش ما تلحقاش كما قلنا اشعه الشمس ولا الضوء وما يخسرش البرودوي تاعنا. هذا هو موضوعنا اليوم، وان شاء الله نكون فدتكم به. وموسم موفق للجميع، وتهلاو في رواحكم، تهلاو في الطيور تاعكم باش يتهلاو فيكم في الربيع ان شاء الله. رانا مع موسم، رانا مع مرحله التجهيز، يعني عاونوهم باش تقدروا، والباقي على ربي ان شاء الله. هذا ما كان. تهلاو في رواحكم خاوتنا، وان شاء الله نكون خفيف الظرف عليكم، وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو في موضوع جديد ان شاء الله.